فانوس شهر رمضان الكريم. كل واحد فينا اكيد وهو صغير كان بيفرح ابدا بشهر رمضان وبالفانوس الملون. زمان لو كلنا نفتكر كان الفانوس فانوس صغير من الصفيح والازاز، وكان يا دوبك فيه شمعه متلونه. بعد كده طبعا الفانوس تطور واخد اشكال كتيره لدرجه ان احنا لقينا يمكن ان في فانوس بينزل بالبطاريه. اسماء كتيره للفوانيس، لكن ما نقدرش ننسى ان حي الفوانيس والاصل في صناعه الفوانيس هو اي اشهر حي في القاهره، وهو حي تحت الرب. صباح الخير يا حاج احمد. صباح القشطه. دلوقتي احنا بنقول ان اقدم حي في القاهره هو تحت الرابعه. طبعا الحي ده مشهور طول عمره بصناعه ايه؟ بصناعه الفناويس والسنكره على طول. الفوانيس. الفناويس لا الفوانيس. الفناويس. الفوانيس. بصناعه الفناويس. طيب معلش. الفوانيس زي زمان وكلنا بنوعى واحنا صغيرين كانت فوانيس ايه؟ من الازاز وحته صفيح. طبعا الازاز والصفيح والبويه، وبيتلحم بالازير وبيتصنع بالمكوى والحاجات دي. انت بقالك كام سنه بتشتغل في صناعه الفوانيس؟ بقالي 20 سنه. مين اللي علمها لك اصلا؟ واحد اسمه سيف الدين. ده فينه بقى؟ ده كان زمان يعني وانا صغير. الراجل مشهور قوي. كان مشهور قوي في صناعه الفانوس. طب لو قلنا ان اقدم فانوس كان اسمه ايه؟ اقدم فانوس كان اسمه الراديو. لا قبل الراديو اكيد، الراديو ده بعدين. قبل كده مش كان فيه فانوس اسمه الشمسيه. كان فيه شمسيه والزير. والزير وبعدين رجعوا عملوا فانوس اللي اسمه البرلمان. اسمه ايه؟ برلمان. البرلمان. وامير فاروق. الامير فاروق والاميره فريال، فانوس الاميره فريال. بعد كده الدنيا اتطورت وابتدت بقى تاخد اشكال تانية. طبعا طلع اللي هو البطاريه ده. خلينا بعد شويه ايه، لان ده بعد شويه. اديني الفانوس اللي هو شكله العادي اللي بالصفيح. الفانوس ده اسمه ايه؟ ده اسمه عبد العزيز. ده عبد العزيز جاي الواحد كان اسمه عبد العزيز. وده اسمه الامير فاروق. وده الامير فاروق. ده كله ايه؟ طب مين اللي كان بيعمل الزواق بتاعه ده؟ احنا اللي بنعملها. بتخترعوا الالوان؟ بنشتري الالوان ونخترعها ونعملها. جميع الالوان. كويس. وبعد كده وريني بقى، بعد كده الدنيا بتتغير قلنا. بعد كده طبعا الدنيا بتتغير، عملنا حاجه اسمها الصاروخ. الصاروخ دوت. لا والله شكله زي الصاروخ. وابو ولاد. لا خلينا حبه لما نشوف ابو الصاروخ ده. ده كلنا ازاز ولا بلاستيك؟ ازاز وصفيح. ما بتخافوش الازاز ده يعور الولاد يعني ما يتعملش بلاستيك؟ لا ما هو متجمع يعني تجميع اللي ده عشان ما حدش يتعور منه خالص. مين اللي بيعمل اللحامات دي؟ احنا اللي بنلحمها. يعني انت بتصممه وبتعمل اللحامات؟ كل حاجه نصممه ونقراشه ونعمل وننقل البيئه وكل حاجه. لو قلنا فانوس زي ده يسوى كام في السوق بيجي يتباع يعني؟ دوت بتاع 150 قرش. يا راجل. لا 150 قرش. مش هتباع ب 4 جنيه بعد شويه؟ لا يعني نشتري اللي عايز يشتري 150. انا هقول لك على حسب الزبون. يمكن الزبون غلبان وعاوز بجنيه بنديله بالجنيه. ولو الزبون معاه فلوس بقى تديله ناخد منه زي ما احنا عاوزين. تجار الجمله بيجوا ياخدوا منكم؟ بياخدوا مننا. طيب بيوزعوا في الاحياء؟ بيوزعوا في الارياف وفي الحتت الثانيه. طيب انا شايف الفانوس ده شكله حلو كده وكبير. ابو ولاد. ده اسمه ايه؟ ابو ولاد. على اساس بقى ايه؟ كل دول ولاده؟ دول ولاده بقى، دول كلهم الاربعه. مين اللي بيخترع الاسماء دي؟ احنا اللي بنخترعها. انتوا كام واحد في الحي ده بيشتغلوا في الفوانيس؟ كتير، يجي 7 8. طيب من موسم لموسم بقى كل سنه وانتم طيبه. تقعدوا تعملوا ايه؟ بنقعد نشتغل في الفوانيس دي. ما قلنا اسمها فوانيس يا حاج. فوانيس. ما انا بقول ايه، ما فوانيس. بتقعدوا من السنه للسنه بتشتغلوا فيها؟ بنشتغل فيها من السنه للسنه. طيب شغلانه الفوانيس محتاجه ايه وايه وايه؟ محتاجه طبعا من ازاز وصفيح وازير وطبعا البويه اللي هي الالوان ديت والحاجات دي بقى، وبعدين نقعد نشتغل فيها على طول. انا سمعت ان في سمكريه بيسيبوا شغلتهم وبيجوا في الموسم يساعدوكم في الفوانيس. ايوه صح. صح؟ ايوه. السمكريه بيكونوا فين وفين؟ يكونوا مثلا في المصانع. يكونوا مثلا في شرك. وبيطلعوا بعد الدوران مثلا بيشتغلوا معانا يلقطوا رزقهم. طب احنا بنقول ان في حاجات من بتاعه زمان الناس بتنساها وبتروح يعني بتنقرض. الفوانيس ما زالت بتزيد ولا الناس ابتدت تبعد عنها؟ لا دي بتزيد، كل مدى بتزيد. طب الناس بتشتري الفوانيس قبل رمضان بكتير ولا بيومين ثلاثه؟ يعني قبل رمضان مثلا ب 15 يوم ب 20 يوم، انما تاجر الجمله بيجي ياخد جمله عشان مثلا اما يجي عليه الموسم يبقى معلق زي الدكان دي كده.
يبقى معلق بقى التعليق دي. ده اخر فانوس، ده اخر حاجه طرز طلعت بقى، اللي آخر- يعني كماليات. اخر طرز. كماليات. عشان طبعا الشغل اللي بيتعمل ما بيكفيش. بيروح اسكندريه واسوان وجميع البلاد. يعني الشغل اللي انتوا بتعملوه في الحي ده كله ما بيكفيش، لا ما بيكفيش. فبتضطروا تعملوا بلاستيك. طبعا. الناس بتحب البلاستيك اكتر ولا تحب ابو شمعة؟ والله هو ابو شمعة انجزل الصراحه، ده بقى ما بيجرالوش حاجه. انما ده اي حاجه صغيره فيه بيبوظ على طول. يعني هو الاصل ده اصل اللي هو لك مفات قديم وتاع. المفات قديم وتاه. هو ده. تعالي يا حبيبتي، انت اسمك ايه؟ تامر. علي صوتك. تامر. تامر. وانت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك شيماء. انت اسمك ايه؟ تعالى يا حبيبي. محمد. لا تعالى اقعد كده جنبي بس عشان نفهم. محمد انت بتروح مدرسه؟ ايوه. في سنه ايه؟ اقعد كده على ركبك. ايه؟ في رابعة. في سنه رابعه. نجحت ولا لسه؟ لسه النتيجه ما طلعتش. انت حبيبي عندك كام سنه؟ 5. 5 سنين. وانتي؟ 6. 6. انتوا بتشتروا ماما وبابا بيجيبوا لكم فوانيس في رمضان؟ بيجيبوا لك فانوس؟ شكله ايه الفانوس اللي بيجيبوا لك؟ انت مكسوفه تتكلمي؟ طب قول لي انت بتجيب فانوس؟ شكله ايه، بشمعة ولا بالبطاريه؟ البطارية. وبيخسر بعد تاني يوم ولا بيقعد معاك الشهر كله؟ بقعد مع الشعب. بذمتك؟ شيماء ايه ده؟ ايه ده؟ فانوس. انت بتجيب فانوس في رمضان؟ ايوه. طب قول لي انت بتصوم في رمضان ولا لا؟ بصوم. بذمتك؟ والله. والله؟ بيصوم فعلا؟ وانت يا احمد انت كام سنه؟ 6. فين لسانك بس رد عليا. والله 6. 6. انت بتجيب فانوس؟ بتجيب فانوس بشمعة ولا بطاريه؟ شمعة؟ ليه؟ انت بتجيب بطاريه ولا بشمعة؟ بطارية. وطبعا بيخسر بعد يومين 3 على طول. لا. بذمتك بتحافظ عليه؟ بحافظ عليه. يعني بيقعد للسنه اللي بعديها؟ يعني السنه دي مش هتجيب فانوس؟ ايوه. ولا هتجيب عشان بتاع السنه اللي فاتت خسر؟ لا مش هجيب. مش هتجيب؟ مش مصدقك. انت هتجيب فانوس شكله ايه يا حبيبتي؟ بجيب فلوس من الكهرباء. الكهرباء؟ في فانوس بالكهرباء؟ وباخد